عمرو مراد، حبيبي، عامل ايه؟ كله تمام. انت كويس؟ انا طالع عندك. انت شايفني؟ ايوه، طيب زي الفل. يلا بينا. النهارده مش هسألك لا في الفوكال ريكوردينج ولا في الجوبو، ما ولا يهمك، اسالني برضو. انا هسألك في الاكوستيك بانل، ايه جو السسبنس ده؟ فيه ايه؟ ماشي، عشان احنا بيحصل لنا سسبنس عندنا على الصفحه، فاحنا عايزين منك شويه معلومات. يلا بينا. اول حاجه، ماشي. انا دلوقتي عميل وعندي غرفه ولنفترض ايوه، ان هي مساحتها 3 في 3. اوكي. حلو كده؟ يمكن اوضه غلسه قوي، بس ماشي. يلا. ماشي، هنعتبرها كده يعني، خلينا مع بعض في النقطه دي. يلا بينا. طيب، هتقدر ازاي تعرف احتياجاتي من مقاس الغرفه دي؟ يعني زي ما قلت لك قبل كده، احنا بنعمل معاينه. عن طريق المعاينه دي بنبدا نشوف شويه تفاصيل منها. بنعرف منك انت اصلا هتريك، هتميكس، هتماستر، ايه الحاجات اللي هتعملها جوه الغرفه بالظبط. وبناء على الحاجات دي وقياسات الغرفه هنبدا احنا نتحرك. طبعا هو انا ليه قلت لك غلسه جدا على مقاساتها؟ يعني احنا دايما بنفضل الغرف المستطيله على الغرف المربعه. انا عندي مربع. الغرف المربعه عاده بيبقى مشاكلها اكتر، وان كان بفضل الله سبحانه وتعالى بنجتهد ان احنا نوصل لافضل نتيجه، بس الغرفه المستطيله افضل كتير للصوت. تمام جدا. بس يعني هتخلينا اغير الاوضه يعني. ربنا كريم بقى، وقتها هقول لك بالظبط. طيب تمام جدا. هسألك سؤال تاني. اتفضل. انا دلوقتي عارف مساحه الغرفه عندي، اوكي. وعرفت عدد القطع اللي هركبها، ايوه، ومش عايزك تيجي تركب. مفيش مشكله. اركبها ازاي؟ لا، ده امر سهل جدا. احنا كده كده بندي لك 2 دي موديل بتقدر عن طريقه تعرف الحاجه هتتركب ازاي. بس خليني اقول لك هو ليه الجمله بتاعت ان احنا دايما بنفضل ان اللي يركب يكون متخصص. انت تقصد بالموديل اللي انت هتديهولي ان انا اقدر اركب ازاي، وانا هيبقى هتعرفني في رسم. اماكنها فين؟ انا هقول لك، هو هيكون في رسم موجود معاك بيقول لك كل قطعه مكانها فين. تمام. فكره التركيب ازاي سهل ان احنا نبلغك، نقول لك ركب بالطريقه الفلانيه، ولكن قيمه المتخصص في التركيب مهمه جدا جدا جدا. اولا، في بعض القطع بيبقى اوزانها تقيله، فلو اتركبت بشكل ما فيهوش نسبه امان ممكن تقع، وساعتها بتبقى مشكله كبيره. زي السقف مثلا. ده السقف ده حاجه من الحاجات المهمه جدا، لكن غير السقف في قطع حتى من اللي بتركب على الحوائط بيكون وزنها تقيل. السقف ده بقى مشكله اكبر لانها حاجه من فوق، فمش تقع على الارض، هي تقع على الناس اللي موجوده داخل دي ساعتها مصيبه اكبر. بالظبط. الحاجه التانية، القياسات نفسها في التنفيذ. الشباب المتخصصين اللي شغالين معانا هم ممارسين لده، كل يوم بيركب، فهو خلاص عارف كويس قوي هيركب الحاجه مكانها فين بالظبط. لان زي ما انت عارف الزوايا اللي احنا بنركب بيها والاماكن اللي بنركب فيها لو اتغيرت بتحصل مشاكل كبيره في الصوت. تمام جدا. بس. يعني في كل الاحوال هكلمكم تيجوا تركبوا لي القطعه. يفضل طبعا. ده يفضل. تمام يا باشا، يكفي ان احنا نقابلك. على راسي من فوق حبيبي. حبيبي. بتشحنوا المحافظات؟ من فضل ربنا علينا بقالنا فتره عندنا شحن. الاول كان موضوع الشحن فيه شويه لخبطه بفكره ان احنا علشان نشحن بنطلع عربيات مخصوص، فكانت التكلفه عاليه شويه. تمام. حاليا بندور على بدايل، وبالفعل بدأنا مع شركات شحن. نقدر نقول ان احنا مطمنين ان الاوردرز بتاعتنا بتوصل بفضل الله سبحانه وتعالى في مواعيدها وسليمه. طيب، انا عارف ان انت عندكم مقاسات يعني ثابته وكده بخصوص قطع الاكوستيك، زي ال 120 في 60، ال 120 في 180، أوكي. 60 في 180. هل بتصمموا مقاسات بشكل مخصوص؟ طبعا، ما هو ده بيرجع في الاخر للاوردر. يعني احنا في اوردرات بيبقى المناطق اللي احنا شغالين فيها كبيره، زي من فتره كنا بنعمل شغل لمصنع ما، كنا بنعمل شغل في جامعه، فكانت الصالات اللي بنشتغل فيها ضخمه جدا. تمام. وبالتالي في الوقت ده احنا بنشوف القياسات حسب المكان اللي احنا هنشتغل فيه، كانت كبيره او كانت صغيره. اخر سؤال علشان ما اطولش عليك اكتر من كده، انا ايه؟ تنصحني باكوستيك فوم ولا اكوستيك بانل؟ لا، احنا اتكلمنا قبل كده في فيديو عن الفكره دي، وهي مقارنه ظالمه. يعني احنا ما ينفعش نحط الاثنين مع بعض في نفس القوسين، وهي الاكوستيك فوم والاكوستيك بانل. البانل بكل الانواع بتاعته، الدور اللي بيقوم بيه والنتائج اللي بتطلع منه مهمه جدا جدا جدا. الاكوستيك فوم علشان نقدر نقول ان احنا بنطلع بنتائج مهمه منه، محتاجين منه نجيب حاجات كثافتها عاليه، وعشان نجيب كثافات عاليه من السفنج فده معناه ان انا هجيب سمك ضخم جدا. ممكن تلاقي قطعه متعلقه على الحيطه سمكها 20 سنتي مثلا، وبالتالي ده مش متوفر. فاللي متوفر منه في السوق نقدر نقول عليه انه بيشتت بعض الترددات، ودي اعلى كواليتي موجوده في السوق، وانه شكله شكل ديكوري، الناس بتحب شكله وبتستلذ فكره المثلثات والحركات اللي موجوده فيه. تمام. بس زي الفل. تعبناك يا عمر. على دماغي من فوق. تسلم لي حبيبي. حبيبي.
سلام.